الفيديو ده أنا مش جاي أتكلم كتير، أنا عايزك تشوف بعينك وتحكم بنفسك. يا ترى النتيجة دي تستاهل لايك الأول ولا لأ؟ ولو أنت عارف المواقع دي قبل كده، ساعد غيرك بالدعم علشان يوصل لأكبر عدد ممكن ما يعرفش المواقع دي. بس قولي الأول، شايف النتيجة عاملة إزاي؟ فبعد السلام والتحية، معاكم أخوكم أبو حمزة. تعالوا نشوف إزاي هتقدروا تحسنوا جودة الصور دي بخطوة واحدة بس. بص كده يا جماعة، أنا النهاردة مش جايب لكم موقع واحد لتحسين الصور، أنا جايب لكم موقعين والموقعين أحسن من بعض. بس قبل ما نشرح الموقعين مع بعض أو أوريكم الإمكانيات بتاعت كل موقع فيهم، تعالى بأول نشوف الصور اللي إحنا هنطبق عليها عشان ما تقولش الصور دي هي أنت جايبها جاهزة أو الصور جودتها عالية. بصوا كده على جودة الصور قبل ما نشتغل عليها، الجودة رايحة في الضياع خالص. ركز في الصور دي كويس عشان خاطر لما تلاحظ الفرق دلوقتي هتنبهر بالنتيجة اللي هي النهائية من الموقع. تعال بقى نروح على أول موقع معانا. أول موقع معانا هو الموقع اللي قدامكم ده، وهتلاقوا الرابط بتاعه في الوصف أسفل الفيديو. هتلاقي أول خانة مكتوب فوتو، هتختار أول واحدة فيها، بعدين هتضغط على الأيقونة دي عشان ترفع الصورة اللي انت هتحسن الجودة بتاعتها. هنختار أول حاجة الصورة اللي هي الأبيض بالأسود دي، وهتنتظر من 10 ثواني ل 30 ثانية لحد ما تحمل معانا الصورة ويبدأ هو المعالجة بتاعته. طبعا ما تتخضش من من الووتر مارك اللي موجودة على الصورة دي. أول حاجة هترفع الجودة ل 4x، معاك 4x 6x 8x زي ما انت عايز. شايفين الاختلاف؟ شايفين كده اتحسنت الصورة ازاي؟ تعالى بقى نحملها عشان نلغي الووتر مارك اللي عليها دي. بتحملها في المكان اللي انت عايزه طبعا. وتعالى يلا بينا نفتح ونشوف الفرق بين القديمة والصورة اللي احنا عملناها بعد التعديل. بنيجي نفتح الصورة اللي احنا عملناها، شايفين يا جماعة الفرق؟ شايفين الصورة الأول كانت عاملة ازاي وشوفي دي بعد المعالجة عاملة ازاي؟ دي خدوا بالكم بجودة 4x. انت ممكن تكبر أكبر من كده. شايفين الصورة القديمة عاملة ازاي؟ طبعا مفيش مقارنة خالص، هسيب لكم انتوا التعليق. تعالوا نجرب على الصورة التانية، الصورة القديمة. بنروح على الموقع برضه ونقفل الصفحة دي ونضغط على نفس الايقون برضو عشان نرفع الصورة نشوف هتعمل فيها ايه. بتسيبها تحمل من 10 ثواني ل 30 ثانية زي ما قلت لكم. بترفع الجودة ل 4x زي ما انت عايز، معاك 6x 8x برضو زي ما انت عايز. بتنتظر شوية وتشوف النتيجة المبهرة في النهاية. شايفين يا جماعة الفرق بين الصورة اللي على الشمال والصورة اللي على اليمين عاملة ازاي؟ بنحفظها برضو، بنحطها في المكان اللي احنا عايزينه. بنضغط على سيف، وأول ما تحمل بنروح نفتحها علشان نشوف الفرق بين الصورة القديمة والصورة بعد المعالجة والتحسين. بنفتح الصورة بالشكل ده. طبعا مفيش على الصورة ووتر مارك خالص لأن بيروح. شايفين الجمال؟ حاجة فوق الوصف، يعني مش عايزة كلام. شايفين الصورة القديمة عاملة ازاي؟ يعني ضايعة خالص، مفيش وجه مقارنة بين القديمة والجديدة بعد التعديل. بس للأمانة في حاجة عايز أقول لكم عليها في الموقع دي. لما تيجي تسجل في الموقع، أنا هسجل قدامكم دلوقتي، هعمل لوج أوت، بسجل دخول عادي بموقع الجيميل بتاعي. بضغط على متابعة عادي بالجيميل بتاعي. هو بيديك في كل أكاونت بتسجل عليه 10 صور أنت بتقدر تعدل عليها. بعد كده ممكن يديك صور بس عليها إيه ووتر مارك. فأنت بتعمل إيه بعد ما بتحمل أو تاخد ال10 صور بتاعتك؟ ممكن تطلع لوج أوت بالإيميل ده وتسجل بإيميل تاني يديك 10 محاولات تانيين أو 10 صور تانيين زي ما أنت عايز. نيجي للموقع التاني اللي معانا اللي هو ظاهر قدامكم في الشاشة ده. بتضغط برضو على ابلود ايمج اللي هي الصورة اللي انت عايز تحسن الجودة بتاعتها. بتختار نفس الصورة عشان نشوف الفرق. طبعا معاك في الموقع ده اكبر من الموقع التاني، معاك 2K 4K 8K 16K، يعني معاك 16 ضعف الجودة. فدي حاجة طبعا بيمتاز بيها الموقع ده عن الموقع التاني اللي احنا كنا شرحناه في الاول.
بعد ما بتحسن الجودة بتروح على السهم اللي ظاهر اللي تحت ده وبتضغط عليه عشان تحمل الصورة عندك على الجهاز. بنروح نفتحها ونشوف هل هي قريبة من الموقع التاني أو جودتها أحسن من الموقع التاني ولا مختلفة معاها في شيء. تفتح الصورة عادي ما فيهاش لا ووتر مارك ولا أي حاجة. طبعا نتيجة يعني مبهرة، مفيش فرق بينها وبين الموقع التاني. هما التنين المواقع بصراحة أحسن من بعض، بس الموقع ده بيمتاز عليه إن هو بيحسن لجودة أفضل. تعال نرفع الصورة التانية ونشوف برضو، هنرفع صورة البنت دي وهنرفع الجودة بتاعتها ل 4K. هننتظر برضو من 10 ثواني 30 ثانية عشان يبدأ الموقع في معالجة الصورة. شايفين يا جماعة الفرق بين الصورة القديمة والصورة الجديدة بعد التعديل والتحسين؟ بنضغط برضو على السهم اللي تحت ده عشان نحملها ونشوف الفرق بينهم. بتفتح الصورة دي بجودة 4K. شايفين مفيش لا بكسلة ولا نغمشة في الصورة ولا أي حاجة من الكلام ده. فما بالك لما ترفع الجودة بقى ل 8K ل 16K، يعني مش هتلاقي كلمة تانية. شايفين الصورة القديمة عاملة ازاي؟ ضايعة خالص. طبعا الموقع ده لا بيحتاج منك تسجيل دخول ولا محتاج منك ايميل ولا اي حاجة، معاك فري زي ما انت عايز، حمل وارفع وحسن الجودة زي ما انت عايز. ده طبعا كان درس النهاردة اللي معانا، يا رب يكون افدتكم في الدرس بتاع النهاردة. ما تنسوش لو المحتوى عجبكم الاشتراك في القناة والدعم بتاعكم الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.